النهاردة هنتكلم عن حاجة تانية خالص، وهي حاجة مهدور حقها جدا جدا جدا، وهي أشكال الجسم. دي مش كل الناس اللي بتعمل دايت بتخس بنفس الشكل ولا بنفس السرعة. خلونا نقول إن كلنا مش تفاحة وكمثرى، لأ، يعني ده كان زمان، انما مؤخرا بقى في ابحاث كتيره جدا بتتكلم عن ان احنا عندنا 4 انواع للجسم اساسيين او 3 اساسيين، واكتر من 9 انواع مختلطين. عندنا حاجه اسمها ادرينال شيب، وحاجه اسمها جاينو شيب، وعندنا حاجه اسمها ليمفاتيك شيب، وفي بعض الناس بتضيف نوع رابع اللي هو الثيرويد، وانا هقولهم يعني ايه دلوقتي. اول حاجه هنتكلم عن الادرينال شيب، والادرينال شيب ده دايما طبيعي جدا في الرجاله، وده بيكون وصفه ازاي؟ بيكون ان الجسم عريض، منطقه البطن مليانه، الكتاف والظهر برضو مليانين، وعندهم تكتلات في ظهرهم، عندهم الكورتيزون زياده، وعندهم كمان الغده الكظريه بتبقى زياده شويه، وعندهم دهون حشويه، وهم اكتر ناس عرضه الى السكر والضغط ومشاكل الدهون الثلاثيه. دول بيحصل لهم الموضوع ده، عشان كده دايما الرجاله بيجي لها المشاكل دي، او الستات اللي عندهم كرش كبير. كمان بيبقى عندهم دايما شعور بالارهاق المزمن، ودايما عايزين ياكلوا حاجه حادقه، عايزين ياكلوا حاجه حلوه، لان عندهم الانسولين مش منتظم، فعندهم انسولين سبايك. احنا حفظنا بقى الانسولين سبايك بيخليك كل شويه تاكل على الفاضي والمليان، بيخلي جسمك يحفظ ميه، يعلي الكورتيزون، يخلي جسمك يخزن الدهون، يخلي نومك مش مظبوط، يخلي جسمك نفسه مش احسن حاجه، وتلاقي نفسك دايما الكواليتي بتاعت السليب بتاعتك مش حلوه. والاسوأ على الاطلاق ان النوع ده ممكن مع السمنه يحصل له مشاكل في النوم، يجي له نوبات اختناق او نوبات اغمى وهو نايم، لو ما اخدش باله من زياده سمنه البطن، ولازم يعمل تحاليل ولازم يعمل سونار على بطنه عشان يطمن. ودايما الناس دي لازم نديهم اطعمه غنيه بالمغنيسيوم، بروتين خفيف، نقلل النشويات المكرره او الكربوهيدرات المكرره على قد ما نقدر. ولازم ثم لازم الرياضه، وما اقصدش بيها الجيم، ولكن اقصد المشي، علشان المشي بيقدر يقلل الكورتيزون عند الناس دي. وننصح برضو بمغلي البقدونس والكرفس، بيقلل التنشن اللي في جسمهم شويه. طيب تاني نوع هو النوع الجاينو، او الشكل اللي هو بتاع السيدات، معروف تبكل، الدهون بتبقى حوالين الفخدين والارداف، وطبعا ده اللي هو بيبقى شبه الكمثرى. بس عايزه اقول ان هنا الستات بيبقى عندها الاستروجين مقارنه بالبروجسترون اعلى بكتير، هيمنه للاستروجين عندها، فجسمها لايبل انه يخزن دهون في الفخدين وفي الارداف، فبالتالي عضلاتها قليله، فبالتالي حرقها قليل، فبالتالي عندها سيلوليت او سيلولايت، وبالتالي بيحصل لها ستريتش مارك، بالتالي جسمها بيوجعها، بالتالي دايما البرفورمانس العضلي بتاعها مش احسن حاجه، تمرينها بيخليها ما تكونش عضلات بسرعه. مهم جدا ان الست دي تبعد تماما عن الاطعمه المصنعه بانواعها، والسكريات الكتيره برضو لا. مهم جدا تزودي الياف علشان تنظم الاستروجين. مهم جدا ان النوع ده تحديدا من الجسم، على عكس النوع اللي فات اللي كان محتاج يتمشى، النوع ده محتاج تمارين قوه عشان يزود العضلات. المهم انك لما تعملي التمرينات بتاعتك ما تبقيش بقى اللي هو 1 2، لا 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 خالص، غلط. 1 بالراحه جدا، 2 3 4. البطء في الحركه ده هيرفع جدا 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 قوة التحمل في العضلات عندك، وهيفرق قوي. ومهم جدا تاخدي بروبيوتيك وتاخدي بذور كتان، مهمة قوي. النوع الثالث بقى اللي يا عيني مظلوم ومهدور حقه بشكل مش طبيعي، وده هو الليمفاتيك شيب. النوع ده جسمه كده دراعات مليانة، الرجل مليانة، البطن لا، المؤخرة مش قوي. النوع ده عنده احتباس سوائل رهيب، النوع ده ما بينزلش بسرعة في الوزن. تيجي تعمل دايت، المفروض مثلا صاحبها تخس 8 كيلو، تخس هي 4، تخس هي 5. ايه ده؟ ليه؟ لان حرق في جسمها ضعيف جدا جدا جدا. النوع ده تصريف الليمفاوي في جسمها ضعيف، الجهاز الليمفاوي المسؤول عن التخلص من السموم اساسا ضعيف. كمان دايما عندهم بقى سيلولايت، وعندهم ستريتش مارك، ودايما بقى لما تعلم بسرعه من اي خبطه التمرين بالنسبه لها مجهد جدا. كمان بتلاقي مثلا لو كانت حاجه مالحه جامد، الخاتم عندها ما بيطلعش كويس، ايديها منفخه، وشها منفخ. النوع ده من الاجسام اسمه ليمفاتيك شيب، فده لما نيجي نعالجه لازم نخلي بالنا من ده. من اهم الحاجات السحريه
السحريه في النوع ده من الجسم ان احنا لازم نديله حاجات مضره للبول، ولكن بشكل طبيعي مش اقراص دوائيه، زي الخيار والبطيخ والشاي الاخضر. ولازم يعملوا بقى ايه حاجات تحفز الجهاز الليمفاوي، يعني يعملوا مساج، ممكن يعملوا مثلا يتنططوا على الترامبولين، ممكن مثلا يتمشوا، ممكن مثلا تدخل ساونا. الكلام ده بيفرق جدا معاها لانه بيفرق قوي 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 في جسمها وفي النتائج بتاعتها. ولازم تبقى عارفه ان معدل نزولها في الوزن اقل من باقي الناس. اخر نوع وهو من الاشكال الستاندر، مش الدمج بقى، الشكل اللي هو الثيرويد شيب. والثيرويد شيب ده بيبقى بالستات بيحصل لهم بعد الجيب تبقى ثيرويد، لما يجي لها بعد المينيبوز او فتره اليأس يبدا تتلخبط الغده الدرقيه، فيبدا جسمها يميل الى اكتساب الوزن بشكل عام. ولازم يكون عندها مشكله في الغده الدرقيه، تلاقي عندها شويه تكتلات ظهرت كده، انخفاض في معدل الحرق بتاعها بشكل كبير جدا. كمان دايما بيجي لها برد، دايما عندها جفاف في الجلد، تساقط في الشعر، صعوبه في فقدان الوزن. مهم جدا ان الناس دي تخلي بالها بقى من حاجه خطيره قوي قوي قوي، ان هي اوريدي نتيجه الدايت هتبقى بطيئه، ولازم تاخد حاجات فري جلوتين، ولازم تاخد زنك ويود، ولازم تاكل اسماك، ولازم تاخد سيلينيوم. والرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، مش المشي بس. ولازم تاخد المكملات الغذائيه في شكل اقراص دوائيه اللي هي فيتامين د وزنك وسيلينيوم، طبعا في اقراص دوائيه حسب بقى النسبه عندها قد ايه. ازاي بقى تقدروا تحددوا الشكل الخاص بيك؟ لا مش انت حضرتك، احنا اللي بنحدد ده. ليه؟ لان مناطق تغذيه الدهون سواء في البطن او الفخذ او الجسم كله ليها اعراض وملهاش. يعني ممكن حد يبقى عنده اعراض صحيه مع الكلام ده وممكن لا. يعني مثلا الليمفاتيك شيب وهي في الوزن المثالي ما بيبقاش عندها احتباس سوائل ولا مشاكل تورم ولا حتى تغيرات في الشهيه، لان دايما الليمفاتيك شيب بيبقى عنده مود سوينجز رهيبه. يعني لو انت حاسه ان انت حاجه من دول تقدري تستشيري الطبيب بتاعك او الاخصائي، او تسيرشي اكتر انك توصلي لنوع جسمك ايه. لان لو عرفتي نوع جسمك ايه هنحط بقى بعدها نوع الجلسات المناسبه، نوع الحقن الموضوعي المناسب، نوع النظام الغذائي المناسب، نوع الرياضه المناسبه. مش هيبقى اي حاجه بتعمليها تجيب او ما تجيبش، فتبداي تخلصي من جمله انا عملت دايت وما جابش نتيجه، انا عملت جلسه وما جابتش نتيجه، ده انا خدت الدواء الفلاني وما جابش نتيجه. هو ما بيجيبش نتيجه لانه غالبا مش هو المناسب لحالتك. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد وواضح، ولو عندكم اي اسئله ابعتوها لي في الدي ام او سيبوها لي في الكومنتس، واعملوا منشن وشير لاصحابكم في الفيديو، واعملوا سبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.